عنوان المقطع حقيقي والسبب: منذ 15 عام كنت أقول يا الله ما هو الدين الحقيقي؟ الجان أقر أن الدين الحقيقي هو المسيح، وإذا أردت الجان يطيعك فعليك أن تلتزم ببعض الطقوس الذي يستخدمها النصارى، ومنها التريض هو الصيام عن الروح وما خرج منها. وفي نفس اللحظة الجان يهرب بمجرد نطق لفظ الجلالة. فإذا ما هو الدين الحقيقي؟ المسيحيين يحاربون من أجل نصر دينهم، والمسلمين كذلك. فأنا يا الله لا أعرف ما هو الدين الحقيقي. هل لك أبناء؟ هل لك زوجة؟ وفي يوم من الأيام شعرت أنني بحاجة إلى النوم، فجلست على الأرض، وجدت نفسي أنكمش مثل الجنين وأصعد في نفق إلى الفضاء، وبعدها للحظات وجدت نفسي واقفا في الفضاء وكوكب الأرض من تحتي، وإذا أسمع بصوت يقول: أتستكتر على الله أن يكون له الملك وحده؟ فقلت لنفسي لا، وإذا ثبت عكس ذلك يوم القيامة سأقف أمام الله وأقول له: يا الله لقد أعطيتك أكثر من حقك، كنت أعتقد أنك واحد لا شريك لك. وذلك الصفة نحن كبشر نصف بها من نحبه. على سبيل المثال، إذا كان لك مثل أعلى فدائما تذكره بأنه الأقوى، بأنه لا يقهر، وتذكره أيضا أنه قادر على أن يفعل أي شيء بمفرده، إنه لست بحاجة لأحد. هذا الكلام سأقول لله إذا وجدت له أبناء. فعندما انتهيت من التحدث مع نفسي صوت مرتفع يقول لي: لست أنت أيها الحشرة في ملك الله الذي تعيب على الخالق. وهنا انتهت الرؤيا. وعندما أدركت وعي مجددا بدأت أتذكر لماذا النصارى يقولوا أن الله له ابن. الصفات التي يصف بها عيسى عليه السلام هي أنه يكبر ليجلس على العرش ويحكم الكون، وبعد ذلك في يوم من الأيام يعود صغيرا ليكون في رحم أمه لينزل لنا الأرض هنا، وبعد أن يموت يعود كبيرا ليحكم الكون مجددا. فقلت لنفسي: من الذي يستطيع أن يكبر ويصغر؟ هذا الصفات ليس من صفات الخالق، بل إنها صفة من صفات الفنان المصري عمرو دياب.